لو انت في يوم من الايام بتشتري اي حاجه خليك عارف ان مش كل حاجه غاليه تمنها فيها. ياما اشترينا على القناه هنا حاجات غاليه ورميناها في الزباله في الاخر. بس الكلام ده مش على المنتجات دي، لان دول اغلى 3 منتجات تمنهم فيهم. الموضوع بدا لما انا كنت عايز حاجه مختلفه كده وشكلها حلو وانا شغال على البي سي. ايه اكتر حاجه بستخدمها وبتلفت نظري وانا شغال؟ وهي الكيبورد. قلت لازم اجيب كيبورد مميز مختلف ملوش حل ما اتعملش قبل كده. قعدت ادور وسرش كده لغايه ما لقيت الاثنين كيبورد دول. هو حد مجنون هيشتري كيبورد ب 5000 جنيه الواحد؟ للاسف مش هنعرف نطلبهم، بس هنطلبهم. طلبت الاوردر وجالي بعد 3 شهور انتظار. نركن بقى الكيبوردين على جنب، انا مش عايز الكيبوردين، انا عايز الحاجه السبيشال اللي جات لي معاهم. حاجه انا قلت لهم انا عايزها مخصوص ليا انا عشان مصري اصيل. وفي الاخر عملوا لي كي كابس فرعونيه شكلها حلو قوي ومختلف وعليها كده حروف هيروغليفي جامده جدا. وطبعا الكي كابس هنا متكامله فيها كل الزراير اللي انت ممكن تحتاجها. معلش نسيت حاجه، نرجع للكيبوردين. الكيبوردين دول 100% بيشتغلوا بثلاث اوضاع مختلفه، البلوتوث والدونجل والكيبل اللي بيجي معاهم. الكيبوردين ار جي بي فيهم تحكم كامل لكل حاجه انت عايزهم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتكتبوا لي تحت في الكومنتس عايزين نجرب ايه في الكيبورد ده. هل بيستحمل الضغط والتكسير؟ ده ب 5000 جنيه يا جماعه، احنا عايزين نجرب فيه كل حاجه. اكتبوا لي تحت في الكومنتس ايه اكتر التجارب اللي عايزين نجربها في الكيبورد ده.